السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هي المرأة التي تفتح لها أبواب الجنة الثمانية؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبايبي ان فضل الإحسان إلى الزوجة المؤمنة فضل عظيم جدا، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ففي المقابل أيضا فهناك فضل عظيم جدا لطاعة الزوجة لزوجها، خصوصا في هذا الزمان الذي تكدرت فيه العلاقات بين كثير من الأزواج. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم بالمحبة والمودة والسعادة يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح، قال: إذا صلت المرأة خمسها، يعني لو صلت الصلوات الخمسة في وقتها. والمرأة مش مطالبة ان هي تصلي الصلوات الخمسة في المسجد، لكن هتصليها في البيت في نفس وقت الصلاة، ولها نفس أجر الرجل بفضل الله وهو بيصلي في المسجد. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها اللي هو شهر رمضان، وحصنت فرجها أي لم تقع في الحرام، وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ما شاء الله، تخير بين أي باب من أبواب الجنة الثمانية فتدخل من أي باب شاءت بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وعند أحمد والطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمة حسين بن محصن رضي الله عنه، قال لها: أذات بعل أنت، يعني أو أذات زوج أنت متجوزة؟ فقالت: بلى يا رسول الله. فقال: ما تصنعين معه؟ بتتعاملي معه ازاي؟ فقالت: ما آلوه، يعني لا أقصر في حقه أبدا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. زوجك ده هو جنتك، لو قطعتيه وأكرمتيه تخش بالجنة، ولو عياذا بالله كدرت عليه حياته تخش بسببه النار عياذا بالله. وفي الأصل ان الواحدة لما تتجوز بتختار إنسان عنده دين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. واضح كده؟ وفي المقابل تنكح المرأة الأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فالنبي بيوصي الشباب صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر، فوز بذات الدين تربت يداك. ما شاء الله، يعني فالإنسان فأقصر طريق بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الواحدة تفوز بأبواب الجنة الثمانية أن تحافظ على صلواتها الخمس، وأن تصوم شهر رمضان، وأن تحصن فرجها، وأن تطيع زوجها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أختصر لك بقى إزاي تحققي معدلة السعادة الزوجية الحقيقية في بيتك في كلمة واحدة، اللي هي قوتك في ضعفك. يعني ايه يا شيخ محمود؟ يعني طول ما انت إنسانة طيبة متواضعة بتعاملي زوجك بالإحسان باللين بالرحمة، خدي بالك حتى لو هو مش مقدر، انت بتعاملي ربنا سبحانه وتعالى، انت بتفعلي كل ده لله. خدوا بالكم من حاجة، أصل المرأة بطبعها عاطفية، والزوجة المؤمنة بتتعب جدا، بتتعب في بيتها ومع زوجها وأكلها وشربها وأكل العيلة وشرب العيلة وتربية الأولاد والحمل والولادة. وده الزوجة بجد بتتعب، الله يكون في عونها. فلو كان اللي بتعمله ده عشان خاطر ترضي زوجها تبقى خسرانة، إنما اعمليه إرضاء لله سبحانه وتعالى. يعني أنت بتتقي ربنا في هذا الرجل، فلما الرجل ده بقى يكافئك ويتعامل معك بالمثل فاللهم لك الحمد. ولو طلع مش كويس انت مش خسرانة ولا ندمانة، انت من جواكي انا عملت كل ده لله سبحانه وتعالى. لو ضاع الحق عند البشر فلا يضيع عند رب البشر سبحانه وتعالى. فلو هو انسان بيقدر ويلاقيكي ما شاء الله بتتعاملي معاه بكل مودة ورحمة، وحتى هو لو اتنرفز او كان متضايق ما تقفيش الند بالند، مش كلمة قدام كلمة، مش قول قدام قول، لا،
خليكي كده دايما لينة. شوفي، فالإنسانة الذكية هي اللي تعلم كيف تستوعب قلب زوجها بكل رحمة وأدب وحنان. لو قال كلمة حتى وحشة، تمام، فقولي له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، ربنا يبارك في عمرك، ما كنت أتوقع منك هذا، ربنا يبارك في عمرك، وسيبيه وخش غرفتك. هو من جواه هيندم ويرجع يقول لك يعني انا اسف والله دي كلمه طلعت في لحظه غضب. ابدا يا حبيبي، ربنا يبارك في عمرك، يعني اتمنى يكون بيننا دايما الاحترام والحب الى غير ذلك من الكلمات الطيبه. انما كلمه مقابل كلمه بتوصل للطلاق. والمراه الذكيه ما تقفش ند لزوجها، بالعكس تتعامل معاه بكل رحمه. طب كده يا شيخ محمود شخصيتنا بقى هتضيع وهيستهتروا بينا. ابدا والله العظيم، لان المولى عز وجل حينما يطلع على قلب تلك الزوجة وعلى تصرفات تلك الزوجة ويجدها بتتعامل بكل لين ورحمة، ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. فالله يلقي محبتها في قلب زوجها، يجعل زوجها يحبها حب لا يخطر على قلب بشر، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا فالمرأة لابد أن تكون حريصة على طاعة زوجها، ولكن في غير معصية الله، لأن في المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن طالما بيطلب منها شيء في حدود الطاعة، ما فيش يعني أمور دنيوية، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز كذا عايز كذا، ما فيهاش مشكله طالما في مقدره الزوجه، تمام كده. انما لو مريضه بتعتذر له وهو يقبل، ولازم يراعيها. انما بقى لازم تكون مطيعه للزوج، حتى لو مش قادره تعمل حاجه يعني تعتذر باسلوب مهذب. مثلا لو سمحتي اعملي لي كذا كذا، اكله معينه هتاخد وقت كبير جدا، انا على عيني يا حبيب قلبي، ده انا اعمل لك اللي انت عايزه، ده انا اجيب لك حته من السماء، بس سامحني والله انا النهارده تعبانه جدا والاكله دي محتاجه شغل 4-5 ساعات في المطبخ، استاذنك اعمل لك النهارده الاكله الفلانيه وبكره ان شاء الله اعمل لك الاكله اللي انت عايزها. يبقى حتى لما بتعتذر باسلوب جميل فيقبل عذرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ عنه. بيقول لو المرأة تعلم حق الزوج ما كانتش تقعد لحد ما يشبع يتغدى ويتعشى، تمام، وهي ما شاء الله واقفة عمالة بتراعيه. سبحان الله، احنا ما بنقولش كده، ما بنقولش ده ان هو هياكل وهي هتقعد وهي هتقف، عفوا، لا بالعكس، هي هتبقى قاعده وهو قاعد وياكلها وتاكله ويهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض وتبقى القلوب متالفه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام بيوضح بس ان قدر الزوج غالي جدا، غالي جدا، فالزوجه لازم تهتم بزوجها. وجاء عند احمد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت امرا، يعني ما حصلش، بيقول لو كنت يعني حاجة ما حصلتش ومش هتحصل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، يعني والله العظيم لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. وفي رواية عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. مين هم بقى نسائنا من أهل الجنة؟ قال: الولود العقود. الودود التي تتودد إلى زوجها بأجمل الكلمات، الولود التي ترد له الأولاد. طب لو ما بتولدش مش ذنبها بقى، دي حاجة خارج إرادتها، تمام. العقود، من هي العقود؟ قال: التي إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا يمكن أنام لحد ما تقول لي إن أنت راضي عني. دي الزوجة الصالحة بفضل الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الزوجة تفتح لها يوم القيامة أبواب الجنة 8 بفضل الله سبحانه وتعالى. وصدقيني كل ما تكون متواضعة ومهذبة وطيبة ورقيقة القلب مع زوجك، والله العظيم قدرك هيرتفع عند الله سبحانه وتعالى ويلقي محبتك في قلب الزوج. حتى لو الزوج مش مقدر، يكفي ان انت بتعملي العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل نساء المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.